السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم بخير. انا عملت خليت الليفت ده. آه معلش كنت عايزة اصور من الاول بس النور قطع عندي. انا عملت جبت الليفت ده وغسلته وقطعته، وبعدين بتحطيه في طبق وترش عليه ملح. ترش عليه ملح، ممكن تحطي، يعني انا بحط على الكيلو الليفت ياخد 5 معالق كبار، 5 معالق كبار ملح على الكيلو اللفت دولت 3 كيلو. نضفتهم وقطعتهم و... وبعدين حطيت عليهم ملح. عارفه لما بتحط عليه ملح بيهدى، بينزل كل الميه اللي فيه، وبعد كده بتروحي جايه مزوده له ملح كمان، زي على حسب ما انت بتحبي، وتحطي له خل وتحطيه في في البطرمانات وتسيبيه. بص الميه عملت ازاي. الميه اهي عملت اهي، بص الميه اتغيرت لونها ازاي اهيت. وبعدين كده ما بياخدش وقت كتير في لما بتحطيه في الملح ما بياخدش وقت كتير في التخليل. يعني ممكن تاكلي منه مثلا، يعني عاملاه ده امبارح، ممكن ناكل منه بكره ان شاء الله. وساعات برضو بعمل خيار وتاكلي منه في نفس اليوم. اتمنى يكون عجبتكم الطريقه ديت. ممكن بقى لما تحطيه كده في البطرمانات بتحطيه في مكان كويس جيد التهويه، بلاش مكان مكتوم. لو مثلا، انا عامله البطرمانات ديت صغيره، انا عندي كبيره بس انا قلت احطهم في دولة المره دي. ممكن تخلي واحد بره وتشيل 2 في التلاجة، ده مش هيجرى له اي حاجه. بعدين احنا دلوقتي في موسم اللفت وهو جميل جدا. وخلي بالك لما تيجي تطلعي مثلا اللفت وانت بتقطعيه بيبقى كده جواه قلب عامل زي الفيل، ديت انا بقطعها وبرميها. لكن لما بتلاقيه قلبه كويس كده وجامده، عادي. لكن بيكون التاني ده يعني عامل زي الشايخ كده، تلاقيه زي السفنج كده، دي بتقطعيها وبترميها. واتمنى يكون عجبكم بالطريقه ديت، وكل سنه وانتم طيبين. عشان ده موسم اللفت، ويعني موسم حاجات كتيره جدا. وتفضلوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.